اليوم جينا مع نادي الصقور في الأحساء لأول مرة وهذا الحدث مع توجيهات من أخوي أبو غنيم عضو في نادي الصقور في جائزة الملك عبد العزيز بالرياض، وهذا يتجول مع الشباب في هذا المكان مع عدد من المسؤولين في نادي الصقور في الأحساء. ما شاء الله هذا ترتيبات الآن، ما شاء الله هذا الترتيب، هذا تطبير، هذا أخوي أبو غنيم، هذا أخوي أبو غنيم، هذا الشعيبي عضو من أعضاء الله يعطيكم العافية إن شاء الله. الله أبو غنيم ترى عنده شغل. هذا الصعب لا اشبع ولا لا صعبه نرفع السماعه سم ما عندنا سم فيها الحين تو بس واحد من صايد اي لا طيب انا ساكت بعد وحقنا بعد حسبني يوم الاحد كيف والله يا ابو غنيم؟ يعطيك العافيه يا ابو غنيم، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. هذا طال عمرك فنان. ابو غنيم يشرح عن حق هالمدي حق الابل، شغل الابل، وهذه راح اراءه وترياته للشباب ما شاء الله. هذا قريب عندك قريب، اما المدي خلك كذا. المدي من القليل صح. القليل انت الحين خلاص بكره تسوي مدي. ايه خلاص فتقول هذا لو تحط واحد في جنب وهذا المدي ابو الصوق ابد عندي كم ليره شنو الحين نشيل اللي من هنا ونقلبه بس مربع. لا بغيت ترى عندنا في المزرعه بين لهم عنده حد وجه راح نشيله اللي تبغاه. القليب اللي في جوف الارض وتسحب منه وتحط اي زي اللي موجود هناك البير. ايوه هذه هذا البير والله. ولو ان هذا جنبه يشيلوا من هذا وتحطوا فيه علشان لا انا ما ابي، انا على شاطر التنويه بس. توجيهاتك طيبه وجازله طال عمرك وخبره في المجال طال عمرك يا ابو غنيم. هذا طال عمرك ولد من هالبيئه هذه ما شاء الله عليك. كافو والله ابن غنيم غني عن التعريف ونعم والله. الواحد يعني طلاعه ومعرفته هذه توفيق من الله الحمد لله. الله يحييه. هلا والله. ليش سجلتوا ولا ما سجلت؟ من وافقني جيت من وافق قالوا لو ما جيت نبيك اختار لنا رجل على رجل. كلمت نبيك اللي جايين الدرجه الاولى يكون طير واحد.